السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ببناتنا وأولادنا في معادلة كلية التجارة، وده الفيديو الثاني اللي هنبدأ نكمل فيه أجزاء الكلام. والفيديو ده مهم جدا لكل الناس. ليه؟ عشان هو ده هيوصلني لقلب المنهج، هيفهمني حاجات كتير جدا مهمة جدا في المنهج لو احنا خدنا بالنا من الفيديو دوت. تعال نشوف النهاردة هنتكلم على ايه. نفتكر كده مع بعضينا، احنا قلنا البارتس اوف سبيتش سريعا كده، اللي هي اجزاء الكلام. مش هطول، هقول بس اول حاجه احنا اتكلمنا عن الناون اللي هو الاسم، اتكلمنا على البرو ناون اللي هو الضمير وخدنا انواع الضمائر، وبعد كده في فيديو تاني هنتكلم على الادجكتيف الصفة. رابع حاجة بقى خلي بالي، verb الفعل مهم جدا. تعال نتكلم على الأفعال وقصتها عشان هي مهمة جدا في المنهج عندي زي ما احنا هنشوف. تعال بص معايا، هنتكلم النهاردة على الفيرب وهو الفعل، ونقول إن الفعل معناه الحدث، والحدث معناه الزمن. يبقى أقدر أقول إن الفعل هو الزمن، لأن المنهج بتاعي عبارة عن 4 دروس ب4 أزمنة. تمام؟ يبقى هتكلم عن الأزمنة في المنهج، يبقى لازم أعرف الأفعال وقصتها في المادة بتاعتي. تمام؟ طيب تعالى نبدأ بأول حاجة. أنا عندي في نوعين للأفعال. انجلش بتقسم كده لنوعين أساسيين، اللي هما في عندي مين فيرب وهو الفعل الأساسي، الفعل الرئيسي، وده معناه أي نشاط يقوم به الفاعل. eat يأكل، play يلعب، write يكتب، read يقرأ، وهنتكلم عليه باستفاضة بعد كده. طيب تعال نشوف النوع الثاني اللي هو helping verb الفعل المساعد. مفتاح، عندي مفاتيح الأزمنة، مفاتيح الجرامر في الإنجليش، وهو الأفعال المساعدة. عندي 4 أنواع من الأفعال المساعدة. الفعل المساعد 4 أنواع، 4 عيلات. أنا قلت إيه؟ عيلة، ما قلتش فرد، ما قلتش فعل، لا ده أنا بقول لك الأفعال المساعدة كل واحد فيهم ليه عيلة. زي عيلة فلان يبقى كل تحتيه كذا فرد. تمام؟ مجموعة أفراد مش حاجة واحدة، خلي بالك من الكلام. قال لي أول حاجة في عندي فيرب تو بي، عيلة بي، عيلة يكون. في عندي فيرب تو هاف يملك. في عندي فيرب تو دو يفعل أو يؤدي. في عندي فعل مودال فيربس، الأفعال الناقصة، الأفعال الناقصة. يبقى أنا عندي الأفعال المساعدة helping verbs أهم بكل وضوح عشان الناس تبقى شايفاهم اهو. في عندي verb to be اول عيلة يكون، verb to have عيلة يملك او يمتلك، وهنعرف بعد كده ان ليها اكتر من 10 معاني ممكن استخدمها بيها، لكن الفعل ده المعنى الرئيسي اللي هو يملك او يمتلك. في عندي verb
to do معناه يفعل أو يؤدي. طيب في عندي modal verbs يعني الأفعال الناقصة. الأفعال إيه؟ الناقصة. يبقى دي الأفعال المساعدة. 4 أنواع: verb to be، verb to have، verb to do، modal verbs. يبقى be have do modals. be have do modals. طيب هنبدأ بأول حاجة verb to be. أول نوع verb to be اسم العيلة فعل يكون. اللي عايز أعرف 5 حاجات فيه. عايز أعرف كم؟ 5 حاجات فيهم. تمام؟ أول حاجة تقول لي يا مستر المصدر إيه؟ يعني المصدر يعني أصل الفعل، يعني الفعل بدون أي إضافات، يعني الاسم بتاع العيلة اسمه إيه؟ مصدره إيه؟ أصله إيه؟ بعد كده المضارع شكله إيه في المضارع؟ الماضي بتاعه ايه؟ شكله ايه؟ مختلف ولا هو؟ بعد كده البي بي التصريف الثالث. التصريف الايه؟ الثالث الباست بارتيسيبل. وفي بعد كده الجيراند اللي هو الفعل لما احط له اي ان جي، هل يا ترى شكله هيتغير؟ هنشوف. اول حاجه فيرب تو بي الاصل بي، اسم العيله مصدرها بي. المضارع ام او از او ار. اجي اسال سؤال، ام يعني ايه؟ لا مش انا. يعني انا خدناها في الضمائر. لكن ام يكون، از يكون، ار يكون. عشان كده قلت لك عيله يكون. عيله ايه؟ يكون. الماضي was were كان كانوا برضو يكون. طيب التصريف الثالث بين or been. طيب الجيراند بقى لما اسال سؤال، لما اجي اقول لك ايز حط لها اي ان جي، لا ما ينفعش ايزنج. يبقى ما ينفعش يا مستر؟ قال لا، في عندي قاعده في الانجليش بتقول لي ايه؟ عايز تحط اي ان جي للفعل ارجع لمصدره، ارجع لاصله. هي ايز اصلها ايه؟ مصدرها ايه؟ ما دي عيله واحده خلي بالك، يبقى مصدرها بي، ادي بي وحط لها اي ان جي تبقى بينج. طيب وير حط لها اي ان جي، لا ما ينفعش تبقى ويرنج، لا رجعها لاصلها يبقى بي هتبقى بينج. طيب ووز حط لها اي ان جي. يبقى كل الافعال دي ام از ار ووز وير بين لما احب اضيف لهم اي ان جي لازم ارجعهم لاصلهم اللي هو كلمه ايه؟ بي، وبعد كده اضيف لها الايه؟ الاي ان جي تبقى بي. تمام؟ طيب انبه على حاجه ثانيه، المضارع والماضي خلي بالك منهم، احتاجهم كتير جدا ومهمين جدا. لازم تعرف ان ام ويز وار دولت مضارع، لازم تعرف ان ووز ووير ماضي، هحدد الجمله من خلالهم. تمام؟ طيب نرجع تاني النقطة، ام يكون وإيز يكون وآر يكونوا. طب يا مستر امتى إيز وامتى آر وامتى ام؟ ده لو مضارع ده 3 وفي الماضي 2. تعالى بص، احنا لسه كنا بنتكلم في الفيديو اللي قبل كده على ضمائر الفاعل اللي هم ال7 اللي ببدأ بيهم الجملة، فاكرينهم؟ I he she it we you زي. وقلنا لو احنا جينا قسمنا كده ادي المفرد هي وشي وإت والجمع ويو زي. تعالى نوزع بقى الايه؟ ام ويز وار. اي بتاخد ام، بص بقول اي ام انا اكون، اي يعني انا، وام يكون يبقى اي ام a teacher, I am a student, I am a doctor and so on وهكذا. طيب he is, she is, it is. يبقى is بستخدمها مع المفرد he is, she is, it is. طيب والجمع بستخدم معاه ايه؟ بستخدم معاه are. we are, you are, they are. يبقى I بستخدم معاه am، المفرد is، الجمع ايه؟ are. طيب تعالى في الماضي،
تعالى في عندي ووز وايه ووير، في عندي ووز وايه ووير. اي بتاخد ووز والمفرد ياخد ووز، يبقى I was, he was, she was, it was. طيب والجمع ياخد ايه؟ ياخد were. We were, you were, they were. احنا كنا، انتوا كنتم، هما كانوا. يبقى was مع I والمفرد وwere مع مين؟ مع الجمع. يبقى لازم اخد بالي من verb to be، مهم جدا معايا في المنهج بتاعي. تمام؟ ده أول نوع من الأفعال المساعدة اللي هو فيرب إيه؟ فيرب تو بي. تعالى نروح لتاني نوع اللي هو فيرب تو هاف. معناه إيه؟ قال لي معناه يملك أو يمتلك. قلنا هناخدها كام حاجة؟ 5. إيه المصدر؟ المضارع، الماضي، التصريف الثالث، الجيرن اللي هو الفعل مضاف ل ING، وقلنا لازم الفعل ده يبقى فين؟ في المصدر بتاعه. تعال نشوف. هاف الأصل، اسم العيلة هاف. تمام؟ طيب المضارع هاف أو هاز، الماضي هاد، التصريف الثالث البي بي هاد. طيب لو انا حبيت احط الهاد ING، حبيت احط الهاز ING، لسه قايلين لازم يكون الفعل فين عشان احط له ING؟ في المصدر. يبقى هاد مصدرها ايه؟ هاف، هتبقى هافينج. هاز حط لها ING، لا ما تبقاش هازنج، لازم ارجعها لاصلها. اصلها ايه؟ هاف، واحط لها ING تبقى ايه؟ هافينج. تمام؟ خلي بالك اي فعل من دول عيله واحده اصلهم واحد، لما تحب تحط لاي واحد في دول ING رجعه للاصل بتاعه، هتبقى عندك هافينج. طيب تعال نوزعهم مع ضمائر الفعل اللي بتبدا بيها الجمله. امتى هاف وامتى هاز؟ قال لي تعال نشوف كده. I have، he، she، it، ودول بسميهم قلنا المفرد ياخدوا هاز. he has، she has، it has. طيب we، you، they، قال لي دلوقتي الجمع ياخدوا have. يبقى هاز مع المفرد وهاف مع الجمع. وطبعا هنا I بتبقى مع الجمع بتاخد حاجه. تمام؟ عشان في الاخر الفيديو هلخص لك كل الافعال المساعده دي في سطرين فقط لا غير، وهقول لك على حته مهمه جدا في نهايه الفيديو. طيب تعال نشوف. هو هنا في الماضي يا مستر في حاجه غير هاد؟ يبقى الكل في الماضي بياخد ايه؟ هاد. اقدر اقول I had، he had، she had، it had، we had، you had and they had. يبقى كده لمينا فيرب تو هاف، عرفنا التصريف بتاعه، عرفنا ايه اللي بستخدم امتى هاف وامتى هاز في المضارع، وامتى نحط له وازاي نحط له فيرب ايه؟ ING. طيب ناخد تالت نوع اللي هو فيرب تو دو. مهم جدا برضو فيرب تو دو اللي هو معناه يفعل او يؤدي، عشان نستخدمه بعد كده في النفي، في نفي الجمل. تمام؟ والازمنه والكلام ده كله. طيب في عندي طبعا المصدر اللي هو دو، اسم العيله، الاصل بتاعها. تمام؟ المضارع دو او داز، الماضي بتاعهم ايه؟ ديد. التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل اللي هو done. ايوه اسمها ايه؟ done. ماشي؟ طيب نيجي بقى للجيرند اللي هو الفيرب مضاف له ايه؟ ING. تعال نشوف. هو ديد لما احط لها ING هتبقى ديدنج؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها ديدنج. برجع للاصل، برجع للمصدر واحط له ING تبقى دو. هتبقى ممكن انطقها doing or doing، doing or doing الاثنين صح. يبقى does حط لها ING، مفيش doesn't هتبقى اقول ارجعها لاصلها احط لها ING تبقى doing. done هتبقى doing، لان كل دول عيله واحده
اصل واحد اللي هم دو، واحط لها اي ان جي تبقى ايه؟ doing or doing. طيب تعال نشوف بقى امتى بستخدم دو وامتى بستخدم does مع ضمائر الفعل اللي ببدأ بيها الجملة. ما تنساش I do my homework every day. He does, she does, it does، يبقى المفرد ياخد does. طيب we do, you do, they do، يبقى الجمع بياخد do. يبقى I والجمع ياخد do والمفرد ياخد does. طيب الماضي في حاجة غير did؟ قال لي لا يا مستر، يبقى كله في الماضي بياخد did. I did, he did, they did, we did, you did، كله بياخد did في الماضي. تمام؟ كده ده النوع الثالث من الافعال المساعده. اوعى تذاكر حاجه بدون عنوان. تمام. رابع نوع وهو سهل جدا. تمام، خلي بالي من بعض الحاجات كده وفي معلومه هقول عليها، اللي هي مودال فيربس، الافعال الناقصه. الافعال ايه؟ الناقصه. ايه هي الافعال الناقصه واستخدمه ازاي؟ وناس كتير وبتظهر في الامتحان في بعض الجمل كده في النص بتظهر لي، يبقى في معلومات كده لازم تبقى انت عارفها، مش شرط تبقى جايه لي في المنهج دايركت او ده عليا ومش عليا، لا، في حاجات لازم ابقى عارفها كويس جدا. منها الافعال الناقصه. ايه الافعال الناقصه؟ اللي كان كود. خلي بالي حطيت دوت كده، حطيت نقطة تحت الحرف يبقى سايلنت، ما انطقوش، ما بقولش كولد، بقول ايه؟ كود. كان كود. شال، شود، اهي برضه ما منطقهاش، خلي بالي. شود، ويل، وود، مي، مايت. خلي بالك بقى من الجي اتش، قلنا الجي اتش قبل كده لما تيجي في وسط الكلمه سايلنت لا تنطق، يبقى اقول ايه؟ مي، مايت، مايت. طيب وفي عندي ماست، ought to، برضو الجي اتش ظهرت لي هنا، ought to او had to او need to، في ناقص وشبه ناقص مش موضوعنا. تمام. الافعال الناقصه ديت ما بتفرقش معايا مفرد من جمع، ما بتفرقش معايا اي او جمع او مفرد او اي حاجه. اقدر اقول I can, he can, you can, they can, she can، يبقى بستخدمها مع اي subject. لما اكتب فاعل كده يبقى اي واحد صح، ما بستخدمش معاه حاجه معينه، اي فاعل. ومعلومه تانية لازم تاخد بالك، لازم يجي وراها الفعل في المصدر، يعني الفعل بدون اي اضافات. طب ايه الاضافات يا مستر؟ الاي دي او الاي ان جي او الاس، دي الاضافات، مفيش. طب ما تديني مثال. بص كده، شي كان سبيس ذا فلور، تقدر تغسل او تمسح الارضيه. تمام. لو انا جيت قلت ايه كده اهو، يديني 4 اختيارات او 4 اختيارات او 5 اختيارات، مفيش مشكله، انا بحل وانزل اختار. زي مثلا كليند، بي كلين، سي كليننج، دي كلينز. في هنا ايه؟ قال لي في كان يا مستر. كان من الافعال الايه؟ الناقصه. كان كود، شال، شود، ويل، وود، مي، مايت، ماست، اوت تو او هاد تو. ادي كان، لازم يجي وراها الفعل فين؟ في المصدر. يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل بدون اي اضافات. اخره اي دي؟ لا. اخره اس؟ لا. اخره اي ان جي؟ لا. يبقى الفعل في المصدر يعني الفعل بدون اي اضافات. ناخد مثال تاني. زي could space the car، يقدروا يسوقوا العربية. طيب هقول drove drive ولا drives ولا C driving ولا D drove
هنعرف بقى الفعل في الماضي. قال لي لا يا مستر، ده كود دي لازم يجي وراها من الافعال الناقصه، لازم يجي وراها الفعل في المصدر. ايه هو الفعل في المصدر هنا؟ اللي هو ايه؟ درايف. دريفن ده تصريف ثالث، دروف ماضي، ودرايفز اللي هو فيها اس. يبقى لازم يجي بعد اي فعل ناقص الفعل فين؟ في المصدر، يعني بدون اي اضافات. كده يبقى احنا خلصنا الاربع انواع بتوع الايه؟ الافعال المساعده، مفاتيح الازمنه. اوعى تنسى الافعال المساعده. طيب بعد كده انت قلت لنا يا مستر ان انت في اخر الفيديو هتبدا تلم لنا القصه بتاعت الافعال المساعده دي في كام سطر؟ في سطرين. طيب تعال نشوف السطرين. احنا اتفقنا الفاعل ده بيبقى مفرد صح؟ ممكن يبقى فاعل جمع. ايه الفاعل المفرد؟ هي او شي او ايت، خلي بالك. طيب وفي عندي الفاعل الايه؟ الجمع اللي هو وي، ويو وزي. تمام؟ يبقى دي الفاعل المفرد يا اما فاعل. طب فين اي؟ لا خلي اي دلوقتي على جنب اهي. انت قلت لنا سطرين، عادي السطر الصغير الاخير خليها 3 سطور. تمام؟ طيب الفعل المفرد تعال نفتكر كده فيرب تو بي. ام ويز وايه؟ وار. المفرد ياخد از والجمع ياخد ايه؟ جدع. طيب في الماضي في ووز ووير، يبقى المفرد ياخد ووز والجمع ياخد ايه؟ وير. تعالى الفيرب تو هاف، يبقى ده اسمه فيرب ايه؟ اهو بفكرك بيه. فيرب تو ايه؟ فيرب تو بي. طيب تعالى بقى بعد كده فيرب تو هاف. فاكرينه؟ هاف وايه؟ وهاز. المفرد ياخد هاز والجمع ياخد هاف. طيب تعالى في الفيرب الثالث فيرب تو دو. المفرد ياخد داز والجمع ياخد دو. لاحظ بقى حاجه. طب يا مستر، هقول لك على قصتها دلوقتي بعد دقيقه واحده. خلي بالك المفرد هنا هي وشي وايت، شايف؟ از ووز هاز داز. لاحظ كده ان كلهم في اخرهم في اس. تعال نقف هنا يا مستر، ده احنا عارفين طول عمرنا ان الاس للجمع. ايه اللي جابها مع المفرد هنا؟ قال لي خلي بالك من معلومه مهمه جدا. الاس في الاسم للجمع. لما اجي اقول لك اكار، مش ده اسم؟ عربيه اجمعها كارز. ان ابل ابلز. ادور دورز. يبقى الاس في الاسم للجمع. الاس في الاس ايه؟ للجمع. اما الاس في الفعل، خلي بالك الفعل ما بيتجمعش، لكن الاس لما تظهر لي في الفعل ده دليل ان الفاعل مفرد. الفاعل ايه؟ مفرد. بص كده، از فيها اس، ووز هاز داز. يبقى الاس في الفعل للمفرد، للفعل المفرد. لكن بص هنا الفعل الجمع ار وير هاف دو، مفيش اي اس تظهر لي في الفعل. تمام؟ طيب نيجي لاي. اي بتاخد ايه بقى؟ ايز ولا ار؟ قال لي لا ايز ولا ار يا مستر، دي بتاخد ام. صح؟ يبقى لا مفرد ولا جمع. طيب بتاخد ووز ولا وير؟ قال لي لا بتاخد ووز. زي مين؟ زي المفرد، زي. تمام؟ طيب تعالى الفيرب تو هاف. تاخد هاف ولا هاز؟ لا بتاخد هاز. هاف. I have a car. I have a pen. I have a villa. اوكي؟ يبقى هاف. طيب دو داز؟ قال لي لا بتاخد دو. يبقى مرة خدت حاجة مع زي الجمع، ومرة خدت حاجة مع المفرد وزي المفرد، ومرة خدت حاجة لوحدها خالص لا مفرد ولا جمع. يبقى أحفظ الثلاث سطور. فعل المفرد بستخدم معاه ايه؟ في فيرب تو بي، في فيرب تو هاف، في فيرب تو دو. الفاعل الجمع بستخدم ايه؟ في فيرب تو بي، فيرب تو هاف، فيرب تو دو. اي بستخدم مع نفس الكلام مع فيرب تو بي بستخدم ايه؟ في فيرب تو هاف بستخدم ايه؟ وفي فيرب تو دو بستخدم ايه؟ يبقى كده ملخص او تجميعه لاستخدام الافعال المساعده مع
الايه مع الفاعل المختلف سواء مفرد او ايه او جمع او اي. كده يبقى احنا لمينا الافعال المساعده، تمام، الاربع انواع، وجينا في الاخر لخصنا الكلام كله، تمام. وان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله هنتكلم على الافعال الاساسيه وتصريف الافعال الرئيسيه والاساسيه، وباذن الله نكمل بقى ونخش في المنهج بتاعي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. شكرا.